اهلا بيكم يا شباب ويا بنات بريب 3. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. اخر مراجعة يا صديقي في سلسلة مراجعات ليلة الامتحان بتتكلم في الجيومتري. اخر فيديو يا صديقي، لو سمحت ركز معايا علشان خاطر نلم اخر بارت في المراجعات. أول حاجة يا صاحبي the length of the radius of the circle whose center، يعني هنستر الكلام هنا على circle، وبعد ما رسمت السيركل اكتشفت إن السنتر اسمه نيجاتيف 2 3، وقال لك إن السيركل دي عدت في نقطة اسمها 2 ونيجاتيف 1. هو طالب ايه يا صديقي؟ هو طالب الراديوس، هو طالب الحتة دي، هو طالب الراديوس. مستر ايوه، يعني الراديوس دي اجيبها بانهي درس؟ حبيبي انت عايز تجيب مسافة بين نقطتين، مسافة بين نقطتين. يبقى هتعمل روت عملاقة وتحط الاسطمبة بتاعة الديستانس وتستخدم النقطتين. نيجاتيف 2 ماينس 2، والمرة التانية 3 ماينس نيجاتيف 1، وتحسب يا صديقي الكلمتين دول بكام. هيطلعوا لك الإجابة ب 4 روت 2. يبقى أنا لما رسمت قدرت أحدد مكان السنتر، وقدرت أحدد مكان النقطة اللي موجودة على السيركل، وحسبت الراديوس بقانون الديستانس. السؤال اللي بعده سؤال مهم، سؤال بيتكرر كتير قوي وانت ما بتعرفش تتصرف فيه ازاي. تعال نحفظ يا صديقي، تعال نبصمج يا صديقي. لما يقول لك length of the perpendicular distance between two straight lines ويدي لك اتنين equation، حاول تجيب كل x. اولا هو مدي لك x ب 3، مدي لك x ب 3. لو طردنا ده بره يبقى الاكس بنيجاتيف 2، يبقى انت كده معاك كام اكس؟ معاك 2، واحده بنيجاتيف 2 والتانيه ب 3. ارسم نمبر لاين، حط النيجاتيف 2 وحط ال 3 وارسم الارقام اللي ما بينهم. نيجاتيف 2، بعد كده نيجاتيف 1، بعد كده 0، بعد كده 1، بعد كده 2، وبعد كده 3. عد في كام رقم ما بين النيجاتيف 2 وال 3. يلا، 1 2 3 4 5. بس كده خلاص، بس كده خلاص، الإجابة 5. يبقى لما يقول لك length of the perpendicular distance، هات كل اكس لوحدها وعد المسافات اللي ما بين الرقمين. خلصت كده يا مستر؟ خلصت. نشوف اللي بعدها، نشوف اللي بعدها. برضو دي مهمة جدا 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 وبتتكرر كتير قوي. عاوز الديستانس ما بين النقطة اللي اسمها نيجاتيف 5 و 3 والواي اكسس. هو نطق مين؟ هو نطق الواي اكسس، يبقى انت تعمل ابسوليوت وتحط الاكس. طب لو هو كان نطق الاكس اكسس، اعمل ابسوليوت وحط الواي اكسس. قشطة. يبقى هو نطق واي، يبقى انا اعمل ابسوليوت الاكس. ده لو قال لي ديستانت، ده لو قال لي ديستانت ما بين نقطة وما بين الواي او الاكس، الاجابة هتكون 5. خلي بالك يا صديقي معلومة مهمة جدا، اول ما تلاقي الكلمة دي لينس يونت ممنوع تختار اجابة بالنيجاتيف. ما ينفعش لينس يكون بالايه؟ بالنيجاتيف. نشوف اللي بعدها. الديستانس ما بدي، يا سلام، ده ديستانس، ده بيقول لك لو سمحت استخدم قانون الديستانس. يا سلام، ده هو بيقولها لك ببقه، ناقص يعمل ايه تاني؟ 6 ماينس الزيرو و0 ماينس ال8. اما حسبتها طلعت الاجابه ب 10. وخلي بالك يا صديقي لما تلاقي الكلمه دي ممنوع الاجابه تكون بالنيجاتيف، ممنوع الاجابه تكون بالنيجاتيف. يلا سؤالين شبه اللي عدوا بالظبط. الديستانس ما بين نقطة ومين واكس، هو نطق ايه؟ اكس اكسس، يبقى انت تعمل ابسوليوت الواي. يبقى انت هتعمل ايه؟ ابسوليوت الواي. الاجابة تطلع بكام؟ ب4.
الديستانس ما بين نقطة ونقطة، الديستانس ما بين نقطة ونقطة. يا سلام، يبقى هو عاوزني اعمل الديستانس. يلا 3 ماينس الزيرو والزيرو ماينس النيجاتيف 4 ونحسبها، طلعت الإجابة ب5. بس كده؟ بس كده. يبقى لما يقول لك الديستانس ويديك نقطتين، استخدم قانون الديستانت على طول. يلا تاني، يلا تاني وتالت ورابع رابع ايه رابع دي؟ تاني وتالت وعاشر، عشان خاطر الحتة دي بتيجي كتير قوي 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 قوي، واديني جايب الأسئلة من الامتحانات واديك واخد بالك ان هي بتتكرر. ها، الديستانس ما بين نقطة والواي، يبقى ابسوليوت الاكس، يبقى ابسوليوت الاكس، ابسوليوت الاكس يطلع بكام؟ ب3. خلي بالك يا مستر، للمرة المليون وحضرتك بتقول لي لو لينس يونت ما ينفعش الإجابة تكون بالنيجاتيف، الإجابة يا 4 يا 3. ها، the perpendicular length أو the perpendicular distance، أجيب الإكستين. أول إكس بكام؟ ب2، وأودي دي الناحية التانية، يبقى الإكس التانية بنيجاتيف سي، يبقى الإكس التانية بنيجاتيف 3. يلا بقى نعمل نمبر لاين ونحط النيجاتيف 3 ونحط ال2 ونكتب الارقام اللي بينهم. ها، نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 و1. يلا نعد: 1 2 3 4 5. الإجابة بكام؟ الإجابة ب5 لينث يونت، الإجابة ب5 لينث يونت. أنا آسف جدا يا إخواتي، ده سؤال هربان من التريج وكنا حليناه في التريج، بس تعالوا نحله بسرعة. يقول لك إن 2 ساين إكس إيكوال تان إكس. للأسف يا صديقي، السؤال ده لن تأتي بحله غير لما تقعد تجرب. هتكتب هنا 2 ساين 60 وهتكتب هنا تان 60، هتكتشف إن ال 60 هي الإجابة الصح، لأن المرة دي طلعت بروت 3 والناحية التانية طلعت بروت 3. كل الإجابات التانية مش هتطلع لك بكام؟ مش هيطلع لك إن الرقمين equal. أوكي يا قلبي. السؤال اللي بعده بيقول لك أنا عاوز أجيب السلوب. السلوب يا حبيب قلب قلبي بيتجاب بكام طريقة؟ بيتجاب ب3 طرق. بالأول حاجة بنقول y2 minus y1 على x2 minus x1، والطريقة التانية تان سيتا، والطريقة التالتة نيجاتيف coefficient of x على coefficient of y. وفي شكل جميل جدا لما هو بيديهولك أنا بسميه الشكل التحفة. الشكل التحفة، إيه الشكل التحفة ده؟ بعرف أطلع منه السلوب على طول، واعرف اطلع منه السي على طول لما يكون ايه؟ y equal mx plus السي. لما يكون الشكل مترتب ومتهندل ومتظبط، بعرف اطلع منه السلوب على طول، بيبقى الرقم اللي لازق في اكس. طيب، هنا بيسألني على السلوب ومديني equation. يا سلام، يبقى نيجاتيف coefficient of x اللي هي نيجاتيف a على coefficient of y، يبقى الإجابة نيجاتيف a على b. نيجاتيف a على b، نيجاتيف coefficient of x على، يعني ايه coefficient؟ يعني الرقم اللي لازق، يعني الرقم اللي لازق في x. السؤال اللي بعده بيقول لك are the slopes of two parallel straight line. لو الخط الأولاني parallel مع الخط الأولاني تاني، يبقى السلوب بتاعهم equal. لو خط perpendicular مع خط تاني وادالك الاسلوب الاولاني وادالك الاسلوب التاني، اختار واحد اعمل له عملية تجميل. ايه عملية التجميل دي؟ اشقلب واغير الساين، اشقلب واغير الساين. طب وبعدين اقول ان هما equal واعمل سيزر. طيب هنا parallel ولا perpendicular؟ لا هنا parallel، يبقوا الاتنين ايه على طول؟ يبقوا الاتنين equal. عشان اجيب الاجابة هعمل سيزر، يبقى 2 by 2 over 3. 2 by 2 ب 4، 4 over 3. هي دي الإجابة الصح، هي دي الإجابة الصح، هي دي الإجابة الصح.
الإجابة الصح بكام أوفر كام؟ 4 أوفر 3. يلا اللي جاية دي بصمجة. لو قال لك سلوب بتاع خط باراليل للإكس أكسس، السلوب هيكون بزيرو. لو قال لك السلوب بتاع خط باراليل للواي أكسس، تبقى الإجابة undefined. الإجابة هنا هتكون إيه؟ قال لك parallel للإكس، فطالما parallel للإكس يبقى السلوب بزيرو. لكن لو كان parallel للواي كنا هنكتب إيه؟ كنا هنكتب undefined. نشوف اللي بعدها. two perpendicular straight line، يعني L1 perpendicular مع L2. ادي الاسلوب الاولاني وادي الاسلوب التاني. ايكوال؟ لا، بيربنديكولر. يبقى اختار واحده اشقلبها واغير لها الساين، بدل ما هي نيجاتيف تبقى بوزيتيف، وبدل ما هي 1 اوفر 4 تبقى 4. طب وبعدين تبقى ايكوال الاسلوب التاني. ايوه، لو بيربنديكولر اعمل عمليه تجميل وبعد كده اقول ان هي ايكوال. الفور دي لازقه يعني باي هتروح الناحيه التانيه ديفايدد، يبقى 4 ديفايدد 4 تطلع الاجابه بكام؟ تطلع الاجابه ب 1. يبقى الكي هنا بكام؟ الكي هنا ب 1. اللي بعده. السؤال ده يا صديقي حقك عليا برضو، هربان من التريج. عشان اتخلص من التان اوديها الناحيه التانيه بالشيفت. يبقى A على B equal shift tan ال1. shift tan ال1 تطلع بكام؟ 45. يبقى ال A على ال B دي ب 45، يبقى tan 2 over 3 لازقة يعني باي 45، اللي هي هتبقى tan 30. وكلنا عارفين ان tan 30 تطلع الإجابة ب 1 over root 3. دي من الحاجات اللي المفروض تحفظها. يا صديقي. tan 30 ب 1 over root 3. sin 45 تطلع ب 1 over root 2. دي الحاجات اللي انت المفروض تحفظها. cosine 45 ب 1 over root 2. نشوف اللي بعده يا قلب القلب. بيقول لك AB perpendicular مع CD، الاتنين perpendicular مع بعض. يا سلام يا مستر تيمو. يبقى لو واحد 1 over 3 التاني هشقلب هتبقى 3 over 1 اللي هي ب 3 واغير الساين احط لها نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 3. يبقى نيجاتيف ايه؟ يبقى نيجاتيف 3. السؤال اللي بعده. السلوب of two parallel straight lines، خطين parallel، وطالما خطين باراليل يبقوا الاتنين ايكوال. يبقى انا لو عاوز اجيب الكي هعمل سيزر، يبقى 2 باي 6 اوفر نيجاتيف 3 تطلع الاجابه نيجاتيف 4. تطلع الاجابه بكام؟ نيجاتيف 4. لو باراليل بيبقوا ايكوال، لو بيربنديكولر بشقلب واغير الساين. السؤال اللي بعده بيقول لك ان الخط اللي اسمه اي بي والخط اللي اسمه سي دي باراليل. يبقى لو سلوب اسمه 2 اوفر 3 يبقى السلوب التاني اسمه برضو 2 اوفر 3. ليه قلت ان هما ايكوال يا صديقي؟ عشان هما باراليل. السؤال اللي بعده. شايف المنظر الحلو والكيوت تحفة دوت؟ ده الشكل التحفة. ايه الشكل التحفة؟ واي ايكوال رقم لازق في اكس بلس السي. الله. يبقى السلوب ب 3 والانترسبتد بارت ب 4. هو عاوز ايه؟ انا قطعت الواي. طب ما هو ده الانترسبتد بارت، ما هو الانترسبتد بارت هو الجزء المقطوع مع واي. اه يبقى كده يا عم الحاج، السي بكام؟ السي ب 4. وخلي بالك لما تشوف الكلمة العرة دي ممنوع تختار الإجابة بالنيجاتيف. طب لو كان سألك هنا على السلوب كنت هتختار كام؟ طبعا كنت هختار 3. كنت هختار كام؟ كنت هختار 3. السؤال الجاي ده برضه بيتكرر كتير قوي. اسمع مني. طلب ايه؟ equation
نطق ايه؟ parallel للواي. x equal الرقم الاولاني. لو طلب الايكويشن وقال لك parallel للاكس اكسس، هو نطق اكس، اكتب واي ايكوال واكتب الرقم التاني. فهمت يا مستر تيم؟ راح حضرتك طلبت مني ايكويشن وقلت لي بارالل للواي، هكتب اكس ايكوال الرقم الاولاني. لو قلت لي ايكويشن وبارالل للاكس، هكتب واي ايكوال الرقم التاني. يبقى الاختيار الصح هنا هو اكس ايكوال تو. نشوف اللي بعده. اللي بعده الايسي كويشن. ايه الكلمة دي يا صديقي؟ distant. يبقى هنكتب قانون الديستانت لان هما نقطتين، وانت عارف ان الديستانس بيتجاب بالروت العملاقة. الديستانت از 2 روت 5. يا سلام، ده اداك الاجابة. وهيخليك تحلها كأنها ايكويشن. يبقى هنا x ماينس ال 6 وهنا 5 ماينس ال 1. وبعدين اول حاجة تخلص منها هي الروت. الروت تروح بالباور. الروت عشان دي سكوير روت تروح بالباور 2. ونكتب هنا x ماينس 6 باور 2. ممكن لو سمحت حبيبي نحسب دي بكام؟ 5 ماينس ال 1 ب 4. 4 باور 2 تطلع الإجابة ب 16. وبعدين هتكتب x ماينس 6 باور 2 بلس ال 16. لما حسبنا دي طلعت ب 20. هنطرد البلس بالماينس. هنطرد البلس بالماينس. 20 ماينس ال 16 يبقى دي x ماينس ال 6 باور 2 equal 4. هنا يا صديقي لحظة فارقة. ليه لحظة فارقة؟ هذه اللحظة هي أهم لحظة في المسألة دي. ليه؟ لأني هقسم السبورة نصين. الباور يروح بالروت، بس ده باور ايفن، وطالما باور ايفن وانا بوديه بالروت لازم احط الناحية التانية بوزيتيف اور نيجاتيف روت. حط ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف روت. لو ما حطيتش البوزيتيف اور نيجاتيف انت قد ذهبت الى منطقة تسمى الشلاحات والتي لا تعود منها سالما. يبقى تكتب كده x ماينس 6 روت ال 4 ب 2. يبقى مرة 2 وx ماينس 6 مرة بنيجاتيف 2. هنطرد ده الناحية التانية يبقى 2 بلس ال 6 تطلع أول x ب 8. وهنا نيجاتيف 2 بلس ال 6 هتطلع الإجابة ب 4. إذا الإكس ستكون إيكوال 8 أو 4. تكتب الإجابة كده دي وتبروزها له وتاخد الدرجة النهائية. صديقي المسألة دي مسألة مهمة. صديقي المسألة دي تالتة إعدادي أول سطر. صديقي اللي باقي ده الجبرا. الجبرا تأسيس. لو أنت ما بتعرفش تحل إيكويشن هتعطل كذا مرة. لا تنسى صديقي اللحظة الفارقة. اللحظة الفارقة عندما بتودي الناحية التانية الباور بالروت. اوعى تنسى تحط بوزيتيف اور نيجاتيف. السؤال اللي بعده بيقول لك اثبت لي ان التريانجولا ده ايزوسيلس. يا سلام، هذه من امتع المسائل اللي ممكن تكون حضرتك بتحلها. ازاي اثبت ان هو ايزوسيلس؟ هنحسب الديستانس 3 مرات. هنحسب الديستانس 3 مرات. احب الاول اكتب الاستنباط علشان ما تلخبطش، علشان ما اكتبش ساين غلط. انا بكتب الاستنباط نيجاتيف 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 نيجاتيف، وابتدي اول حاجه الاي والبي. نيجاتيف 3 ماينس ال 3 و0 ماينس ال 4. وبعد كده 3 ماينس ال 1 البي والسي، و4 ماينس ماينس ال 6. وبعد كده نيجاتيف 3 ماينس ال 1 و0 ماينس ماينس ال 6. يلا بقى نحسب. يلا نحسب. اكتب كده روت نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 باور 2 بلس 0 ماينس 4 اول باور 2. تطلع الإجابة ب 2 روت 13 لينس يونت. المرة التانية 3 ماينس ال 1 اول باور 2 بلس 4 ماينس ماينس ال 6 اول باور 2. تطلع الإجابة ب 2 روت 26. وآخر حاجة روت
نيجاتيف 3 ماينس 1 باور 2 و0 ماينس 6. تطلع الإجابة ب 2 روت 13. ب 2 روت إيه؟ 2 روت 13. طيب اكتشفنا إيه؟ إن السايدين دول قد بعض. أكتب له كده سنس إن ال AB طلعت قد ال AC بالظبط. يبقى therefore إن التريانجل اللي اسمه ABC ده is an isosceles. الطلب التاني هو اللي صعب. الطلب التاني هو اللي رخم. الطلب التاني هو اللي دمه تقيل. اولا انا هرسم التراينجل وابقى عارف كده ان الاي بي قد الاي سي، وابقى عارف ان ده 2 روت 13 وده 2 روت 13، وابقى عارف ان ده كله 2 روت 26. حبيبي الاريا بتتجاب ازاي؟ الاريا بتتجاب هاف باي بيز باي هايت. مستر انا معايا الهاف ومعايا بالنسبه للبيز معايا برضو 2 روت 26. ونخش هنا في مشكله كبيره، مشكله ان احنا مش عارفين نجيب الهايت. الهايت يا صديقي هو الخط اللي جوه ده. اجيبه ازاي يا مستر الهايت ده؟ خلي بالك ده بيربنديكولار وهيقسم البيز. لو هي 2 روت 26 يعني مرتين 2 روت 26 يبقى دي روت 26 ودي روت 26. عملت دي ديفايدد 2 عشان اجيب كل حته منهم بكام. وبعد كده يا صديقي شايف التريانجل اللي انا ظللته ده؟ التريانجل ده هتستخدم البايثاغورس عشان تجيب الاتش. ازاي؟ هتعمل الهايبوتنس باور 2 ماينس السايد دوت باور 2 روت 26 باور 2. يلا نحسب. يبقى روت 2 لو ما عملتش براكت شلحات على طول. شلحات شلحات شلحات. لو ما عملتش براكت في كل واحدة طلعت الإجابة بروت 26. يا ساتر يا رب، يعني الهايت برضو بروت 26. خلاص نرجع بقى نكمل هنا. هنكتب روت 26. حسبت كل الكلام ده بكام؟ طلعت ب 26. واكتب كلمة سكوير يونت. هكتب كلمة ايه؟ سكوير يونت. ليه بكتب سكوير يونت؟ اصل دي اريا، وطالما هي اريا يبقى لازم تكتب سكوير يونت. لازم تكتب ايه؟ سكوير يونت. السؤال اللي بعده يا صديقي بيقول لك انا عندي كوادريلاترال اسمه اي بي سي دي. لو سمحت عاوز اثبت ان ده ايه؟ سكوير. يبقى انا هجيب الاي بي وهجيب البي سي وهجيب السي دي وهجيب الاي دي. الاربعه دول المفروض ان هم هيطلعوا قد بعض. الاربعه دول المفروض ان هم هيطلعوا قد بعض. طب وبعدين؟ الاول نعمل الاستنباط. تعالى الأول نحسبهم ونتأكد إن هما كلهم طلعوا قد بعض، وبعدين نبقى إيه نشوف هنكمل إزاي. أنا كده كتبت الاستنباط كلها. ماينس 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 ماينس. يلا بينا. أول حاجة 2 ماينس النيجاتيف 3، وبعد كده 4 ماينس الزيرو. أنا كده جبت الأي بي. نحسبها بسرعة. طلعت بروت 41. روت 41 لينس يونت. يلا نحسب التانية. نيجاتيف 3 ماينس النيجاتيف 7 وزيرو ماينس ال5. هتطلع حسبتها طلعت بروت 41. هحسب السي دي نيجاتيف 7 ماينس ال2 وبعد كده 5 ماينس ال9. نحسب. طلعت برضو بروت 41. متوقع يا جماعة، متوقع ان كلهم يطلعوا روت 41. اخر حاجة الاي والدي يبقى 2 ماينس نيجاتيف 2 و4 ماينس ال9. هتطلع بكام؟ هتطلع بروت 41. تطلع بكام؟ بروت 41. ايوه. طب وبعدين انا مستر اكمل ازاي؟ محتاجين كمان نجيب الاي سي ونجيب البي دي. يلا نحسب الاي سي. الاي سي بتتجاب ازاي؟ نفس الكلام يا صديقي، بس ايه بقى ايه؟ بس بقى بالايه؟ بالديستانس. واحسب كمان البي دي. يلا ادي الاسطمبة كمان مرة. ماينس 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 الاي سي. الاي مع السي يبقى 2 ماينس نيجاتيف 7 و4 ماينس 5. يلا يبقى روت 2 ماينس ماينس 7 بلس
4 minus 5 تطلع الإجابة بروت 82. يا ترى التانية هتطلع كده برضو البي والدي نيجاتيف 3 ماينس 2 وبعد كده 0 ماينس 9 روت نيجاتيف 3 ماينس 2 باور 2 بلس 0 ماينس 9 all باور 2. يا ترى هتطلع بكام؟ يا سلام طلعت برضو روت 82. يبقوا الاتنين طلعوا قد بعض بالظبط. هكتب له كده يا صديقي سنس ان الاي بي طلعت قد البي سي طلعت قد السي دي طلعت قد الاي دي ادي اول 4 وان الاي سي طلعت قد البي دي. يا سلام سلم. يبقى الاي بي سي دي is a square is a ايه؟ is a square. خلصت. طيب تاني يا صديقي تاني معلش انا عارف ان انت فرهطت. هتحسب الاي بي وهتحسب البي سي وهتحسب الاي سي. ها كل مرة بالاسطمبة باور 2 بلس باور 2 بلس باور 2 بلس باور 2 بلس اهو ونحط في النص ماينس في التلاتة ونحط ماينس في التلاتة. يلا 1 ماينس 4 ونيجاتيف 2 ماينس 2. بعد كده ب نيجاتيف 4 ماينس ال 1 و2 ماينس ال 6 وبعد كده 1 ماينس ال 1 ونيجاتيف 2 ماينس ال 6. لا ماينس بس ماينس ال 6. يلا يا صديقي اديني فرصة احسب. اكتب 1 ماينس 4 باور 2 بلس نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 باور 2. طلعت الإجابة روت 41. واكتب لينس يونت. ايه ده؟ انا عملتها ال ليه؟ لينس يونت. التانية نيجاتيف 4 ماينس 1 باور 2 بلس 2 ماينس 6 all باور 2. يا سلام طلعت روت 41. التالتة 1 ماينس ال 1 باور 2 بلس نيجاتيف 2 ماينس 6 all باور 2. طلعت التالتة ب 8. طب طالما في حاجتين طلعوا قد بعض اقول له كده سنس ان الاي بي طلع قد البي سي بالظبط. يبقى therefore ان التريانجل اللي اسمه اي بي سي ده is an isosceles. ايزوسيلس. ماشي. السؤال اللي بعده ده سؤال مهم قوي وبيجي كتير جدا ومش مش بيتكرر. ده بيتكرر كتير قوي. طيب اثبت ان هما نوت كولينير. اوعى تفتكر ان هما كولينير. لا يبقى انا هجيب الاسلوب مرتين الاي بي وهجيب البي سي. لو طلعوا ايكوال يبقى هما كولينير. لو طلعوا مش ايكوال يبقى هما مش كولينير. y2 minus y1 على x2 minus x1. ها y2 minus y1 على x2 minus x1. يلا يبقى نيجاتيف 7 minus نيجاتيف 7 minus ال1 و3 minus ال5. طلعت فوق بنيجاتيف 8 وتحت نيجاتيف 2 بس السلوب هنا طلع ب4. يلا نجيب بقى مين الاسلوب التاني. ها 3 ماينس ال 7 3 ماينس ال 7 و1 ماينس ال 3 1 ماينس الايه ال 3. تطلع الاجابه فوق 10 وتحت نيجاتيف 2 فالاسلوب هنا طلع نيجاتيف 5. الاسلوب طلعوا مش قد بعض. سنس ان الاسلوب اللي اسمه اي بي not equal الاسلوب اللي اسمه بي سي يبقى therefore ان ال A وال B وال C are not collinear. طب لو كانوا طلعوا زي بعض يبقى هما collinear. لو كانوا طلعوا زي بعض هيبقوا collinear. اثبت يا صديقي ان التريانجلة نوعه رايت انجل تريانجل ات البي. يبقى انا يا صديقي هحسب الاي سي اول حاجه. ليه حسبت الاي سي اول حاجه؟ لان هو نطق البي. وهحسب البي سي وهحسب الايه الاي بي. اوكي يلا نحسب الاي سي. الاي سي نيجاتيف 1 ماينس 6 باور 2 بلس نيجاتيف 1 ماينس الزيرو. تطلع الاجابه بكام؟ اديني فرصه احسب. طلعت 5 روت 2. طيب البي سي والاي بي. يلا البي سي الاول. استنى يا مستر تيبو حضرتك علمتني دايما اعمل الاسطمبه الاول. عندك حق يا صديقي. يلا البي سي يبقى 2 ماينس ال 6
2 minus 6 و3 minus 0. وبعد كده ال AB بقى ال AB نيجاتيف 1 minus 2 وبعد كده نيجاتيف 1 minus 3. يلا اديني فرصة احسب 2 minus 6 all power 2 plus 3 power 2 تطلع 5 لينس يونت ودي 5 لينس يونت. احسب الايه الاي بي. اعتقد والله اعلم ان هي هتطلع برضو ب 5. تطلع برضو بايه؟ ب 5. تطلع برضو بكام؟ ب 5. هجيب كده هعمل الاي سي باور 2 يعني اعمل 5 روت 2 باور 2. 5 روت 2 باور 2 تطلع الاجابه 50. وهحسب البي سي باور 2 اللي هي البي سي باور 2 اللي هي 5 باور 2 تطلع ب 25. وهحسب الاي بي باور 2 هتطلع 5 باور 2 طلعت بكام؟ ب 25. شايف دول مع بعض قد التالتة. يبقى اقول له كده سنس ان الاي سي باور 2 طلعت ايكوال البي سي باور 2 بلس الاي بي باور 2. طالما التلاتة الاتنين طلعوا قد التالتة بالظبط يبقى therefore ان الاي بي سي is a right angled triangle at البي. لان هو قال لك كده يثبت ان هي رايت ات مين؟ ات البي. زي الفل يا مستر تيمو. ايه السؤال ده يا قلبي؟ ايه السؤال ده؟ فين السؤال؟ اكيد السؤال ده غلطة يا شباب. وهو كان بيقول لي اثبت ان هو ايه حاجة بس انا طبعا مش هقدر اثبت لان انا مش معايا بقية السؤال. درس الميد بوينت. الميد بوينت دي اشهر واسخف مسألة موجودة في درس الميد بوينت. ال A ب 3 و 4 ال B ب 2 نيجاتيف 1 ال C بنيجاتيف 5 وكام و2. طب بالنسبة للدي مش معاك صح؟ سميها X و Y. أولا وصل الدياجونال بين ال A وال C وهات ال M. يا سلام. قانون الميد بوينت يا مستر؟ قانون الميد بوينت سهلة جدا جدا جدا. بلس وبلس اوفر 2 اوفر 2. يلا 3 بلس نيجاتيف 5 اوفر 2. 4 بلس 2 انا بستخدم دي وبستخدم دي عشان اجيب الميد بوينت. اول واحده طلعت لي بنيجاتيف 1 والتانيه طلعت لي ب 3. مين دي يا اخواتي؟ دي الميد بوينت. طب وبعدين وصل بقى الميد بوينت التاني. مين الميد بوينت؟ الدي ولا البي ولا الام؟ الام. بروزها. اعمل القانون وبعد الايكوال اكتب الميد بروزه. اعمل القانون وبعد الايكوال حط الميد بروزه. طب وبعدين هحط بقى الاثنين التانيين. اكتب كده بلس اوفر 2 وبلس اوفر 2. هكتب اكس بلس 2 وواي بلس نيجاتيف 1 واقسم السبوره نصين. هاخد الجزء الاول مع الجزء الاول. يلا بينا. يبقى x بلس 2 اوفر 2 ايكوال نيجاتيف 1. y بلس وماينس يا صديقي لما يكونوا جنب بعض حط ماينس. بعد كده ودي دي بالملتبلاي يبقى x بلس 2 ايكوال نيجاتيف 2. بعد كده هودي دي الناحية التانية يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 2 ماينس 2. يبقى الاكس طلع بنيجاتيف 4. بس كده بس كده. هودي دي بالملتبلاي يبقى y ماينس ال 1 ايكوال 6. اطرد دي الناحية التانية يبقى ال y ايكوال 6 بلس ال 1 يبقى ال y بكام؟ ب 7. كده انا جبت مين؟ كده انا جبت البوينت اللي اسمها دي هتكون بنيجاتيف 4 و7. خطوات حل هذه المسألة. رسمة. افرض ان الدي اسمها اكس وواي. استخدم الاي والسي عشان تجيب الميد بوينت. الخطوة الأخيرة إنك تبروز الإم وتعمل القانون ما بين الدي وما بين البي وتقسم السبورة نصين وتجيب إكس وواي. المسألة دي يا صديقي مهمة موت موت موت. أديني قلت إن هي مهمة. يا رب ما تنساهاش. تعال نشوف اللي بعدها. If C is the midpoint. ثانية واحدة يا مستر تيمو. طالما C midpoint يبقى هبروزها. وبعدين هقول ان الاي ب 1 طب والبي مش موجوده هسميها اكس وواي واطبق القانون على ده وده.
يلا يا مستر تيمو، بعد الايكوال حط 3 و4 واكتب كده x بلس 1 اوفر 2 و y بلس 2 اوفر 2 واقسم السبوره نصين. خد الجزء الاولاني مع الجزء الاولاني يبقى x بلس ال 1 اوفر 2 ايكوال 3 y بلس 2 اوفر 2 ايكوال 4. ودي دي بالملتبلاي يبقى x بلس ال 1 ايكوال 6. ودي ال 1 بالماينس يبقى 6 ماينس ال 1 يبقى الاكس بكام؟ ب 5. ودي دي بالملتبلاي حاضر يبقى y بلس 2 ايكوال 8. اطرد ده الناحية التانية يبقى ال y ايكوال 8 ماينس 2 يبقى ال y بكام؟ ب 6. يبقى بالنسبة للبي اللي انت كنت عاوز تجيبها هتكون ب 5 و 6. هتكون بكام؟ هتكون ب 5 و 6. خلصت. 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 نفس الفكرة تاني مين الميد بوينت؟ السي. طبق القانون على دول. يلا بينا. يلا يا مستر انا محترف في المسألة دي ان شاء الله يا مستر تجيلنا في الامتحان واعرف احلها على طول. ادي بلس اوفر 2 ادي بلس اوفر 2 1 بلس الاكس وايه تاني؟ واي بلس ال 3 واقسم السبورة نصين 1 بلس الاكس اوفر 2 ايكوال 3 وواي بلس ال 3 اوفر 2 ايكوال 1. اودي دي بالملتبلاي يبقى 1 بلس الاكس ايكوال 6. اطرد ال1 الناحيه الثانيه 6 ماينس ال1 يبقى الاكس بكام؟ يبقى الاكس ب 5. اودي دي بالملتبلاي حاضر يبقى واي بلس ال 3 ايكوال 2. اطرد ال 3 حاضر 2 ماينس ال 3 تطلع الواي بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى يا عم الحاج الاكس والواي اللي حضرتك عاوز تجيبهم هيكونوا 5 ونيجاتيف 1. هيكونوا ايه؟ 5 ونيجاتيف 1. مستر انا كده على فكره فهمت الحته دي قوي. حضرتك هتديني مسائل تانية عليها؟ معلش مساله كمان مين الميد بوينت؟ السي. مين النقطتين اللي هنشتغل عليهم؟ يلا بينا نعمل لا مش الاسطمبه بقى دي ما اسمهاش الاسطمبه. ونكتب هنا كام وكام؟ 4 و2. الميد بوينت بيتكتب بعد الايكوال اكس بلس 6 و4 بلس الواي. اقسم السبوره نصين يبقى اكس بلس 6 اوفر 2 ايكوال 4 و4 بلس الواي اوفر 2 ايكوال 2. هنطرد ده الناحيه التانيه يبقى اكس بلس 6 ايكوال 8. هنطرد ده الناحيه التانيه يبقى الاكس ايكوال 8 ماينس 6 يبقى الاكس ايكوال كام؟ 2. هنطرد ده الناحية التانية يبقى 4 بلس الواي ايكوال 4. هنطرد ده الناحية التانية تروح بالماينس 4 ماينس ال 4 يبقى الواي يطلع بالزيرو. هو عاوز ايه؟ اكس بلس الواي 2 بلس الزيرو تطلع الإجابة بكام؟ تطلع الإجابة ب 2. تطلع الإجابة بكام؟ ب 2. هل احنا كده دخلنا على البارت الأخير؟ السؤال ده هربان من البارت الأخير والسؤال ده متكرر خلاص احنا عملناه. بس تعال نحله بسرعة علشان خاطر يبقى معاك موديل انسر لكل لكل المسائل. بروز اعمل القانون بلس وبلس اوفر 2 اوفر 2 طبق على دول يبقى اكس بلس ال 6 اوفر 2 و 3 بلس ال 5 الكلام ده ايكوال 4 واي. اقسم السبورة نصين اكس بلس ال 6 اوفر 2 ايكوال 4 3 بلس ال 5 اوفر 2 ايكوال واي. طبعا ده يتحسب على طول اوعى تودي وتجيب 3 بلس ال 5 8 8 اوفر 2 يبقى الواي طلعت ب 4. هنا هودي دي بالملتبلاي يبقى اكس بلس ال 6 ايكوال 8. هنطرد ده الناحيه الثانيه يبقى 8 ماينس ال 6 يبقى الاكس ب 2. جبت الاجابه الاكس ب 2 والواي ب 4. هو كان عاوز البلس بتاعهم يبقى 2 بلس ال 4 تطلع الاجابه بكام؟ تطلع الاجابه ب 6. مستر انا كده فهمت موت. لو سمحت بقى مستر اتكلم معانا. انا سبت سؤال فوق هطلع احله بس لما يجي وقته. هطلع احله لما يجي وقته. ماشي الكلام؟ يلا. prove that ان الستريت لاين ده perpendicular مع الستريت لاين ده. ثانية واحدة يا مستر بحب ارسم. انا بحب ارسم ويا سلام يا سلام لو فكرت ترسم. يا سلام يا سلام تبقى راجل محترم وذوق ونشيلك فوق دماغنا. يلا انت عاوز تثبت ان هما ايه؟ حضرتك هتجيب الام 1 وحضرتك هتجيب الام 2 وبعد ما تجيبهم لو عملت لهم باي بعض وطلعوا بنيجاتيف 1 يبقى هما بيربنديكولار. يبقى هما ايه؟ بيربنديكولار. طيب هات لي الستوب الاولاني بيتجاب ازاي
y2 minus y1 على x2 minus x1. يلا 3 minus ال 2 و1 minus ال 3 طلع فوق ب 1 وطلع تحت بنيجاتيف 2، يبقى الاسلوب الاولاني طلع بنيجاتيف هاف. طيب ده بقى اجيب منه الاسلوب ازاي؟ ده الشكل التحفه، ده الشكل القمر، ده الشكل الكيوت، ده الشكل العسل. ايوه وبعدين هات منه الام على طول ب2، باخد الاسلوب على طول على طول ب2 لان ده الشكل التحفه. y ايكوال ام لازقه في الاكس بلس السي. اول ما تلاقي التركيبه دي اعرف ان ايه؟ اعرف ان الاسلوب ب2. يبقى الاسلوب هنا بكام؟ يبقى الاسلوب هنا ب2. طيب كده معاك كام اسلوب؟ 2. هل لو انت عملت لهم باي بعض هيدي لك نيجاتيف 1؟ حصل. طالما ادالك نيجاتيف 1 يبقى ال L1 بيربنديكولر مع L2. بس كده خلاص. يبقى لو قال لك اثبت ان هما بيربنديكولر هتجيب اسلوب مرتين وبعدين هتعمل ايه؟ وبعد ما تجيب الاسلوب مرتين هتعمل ايه؟ قول معايا ها. هتجيب الاسلوب الاولاني والاسلوب الثاني وتعملهم باي بعض، لو طلعوا نيجاتيف 1 يبقى هما بيربنديكولر. السؤال اللي بعده فايند الايه؟ السلوب والانترسبتد بارت. الشكل ده شكل انت مش مرتاح له. حقك حقك. هتعمل ايه؟ هتحوله للمنظر ده. ما هو هنا في 1 يا صديقي، يبقى دي هاف اكس بلس 1 اوفر 3 واي، وندخل ال1 جوه بالماينس يبقى الاجابه هنا بكام؟ بزيرو. هات لي السلوب. حاضر يا مستر تيمو ما تزعقش. السلوب هو نيجاتيف كوفيشنت اوف الاكس على coefficient of الواي. coefficient of الاكس على coefficient الواي. ماشي؟ يبقى نيجاتيف هاف دي كده coefficient of x ودي كده الcoefficient of y. وانت بتكتبها على الكالكوليتر يفضل انك تكتبها كده نيجاتيف هاف divided 1 over 3. ها نيجاتيف هاف divided 1 over 3 طلعت السلوب بنيجاتيف 3 over 2. طيب بالنسبة بقى للانترسبتد بارت، هي يعني ايه انترسبتد بارت؟ الجزء المقطوع مع واي. خلاص ممكن تحط الاكس بزيرو وتجيب الواي يبقى هو ده السي. يلا نعمل كده. مش هي الايكويشن هاف اكس بلس 1 اوفر 3 واي ماينس ال1 ايكوال 0؟ انا حطيت الاكس بزيرو، هاف باي 0 خلاص يا مستر ده ملوش لازمه. يبقى 1 اوفر 3 واي هترد ده الناحيه الثانيه يبقى ب1. ال1 اوفر 3 لازقه يعني لازقه يعني ها لازقه يعني باي تروح بالديفايدد يبقى 1 ديفايدد 1 اوفر 3 تطلع الواي ب 3. هي جبت السي بكام؟ جبت السي ب 3. جبت السي بكام؟ ب 3. يبقى الانترسبتد بارت مع مين؟ مع الواي حط الاكس بزيرو. طب لو قال لك الانترسبتد بارت مع الاكس حط الواي هي اللي بزيرو. مش السؤال اللي بعده ده سؤال مهم وخطير وفي ناس ما بتعرفش تحله. يقول لك ان هما ايه؟ كولينير. هتجيب الاسلوب مره بين دول وهتجيب الاسلوب مره بين دول. يعني اول حاجه هجيب ما بين البوكس اللي انا حطيتهم في بوكس اسميه مثلا M1 3 minus 1 y2 minus y1 على x2 minus x1 على a minus 0. هيطلع الاجابه 2 over a. ادي اول اسلوب. هات الاسلوب التاني. الاسلوب التاني هيتجاب بين اللي انا حاطط تحتهم خطوط تقيله y2 minus y1 يعني 5 minus ال1 و2 minus ال0. هيطلع ب 4 over 2 وممكن نسيبها على كده. ايه علاقة التو سلوبس دول ببعض؟ طالما هما كولينير يبقى ال M1 equal ال M2. since ان هما كولينير يبقى therefore M1 قد ال M2. يبقى 2 على A equal 4 على 2 ونعمل سيزر عشان نجيب الإجابة. يبقى 2 by 2 over ال 4 تطلع الإجابة بكام في الآخر؟ تطلع ال A ب1. يبقى أنت لو قال لك إن الثلاث نقط كولينير هتجيب السلوب مرتين، مرة بين أول نقطتين والمرة طب أنا ليه اخترت الأولى والتالتة؟ عشان ما فيهاش unknown، عشان ما فيهاش حاجة أنا مش عارفها، عشان الإيه اختفت، عشان الإيه في الأولى والتالتة مش موجودة. ليه كده؟ إيه اللي رجعنا تاني لدروس الديستانس؟ ليه كده يا إخوانا؟ هتجيب الإيه بي وهتجيب البي سي وهتجيب الإيه سي. هتعمل للتلاتة الروت العملاقة.
يلا اعمل الاسطمبة الأول، اعمل الاسطمبة الأول، وبعد كده طالب طبعا الاريا، هي دي الحتة الزيادة في المسألة. حط ماينس 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 ماينس، يلا بينا. 1 ماينس نيجاتيف 1 و4 ماينس نيجاتيف 2. بعد كده دي كده الاي بي، البي سي نيجاتيف 1 ماينس 2 ونيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 3. المرة الثالثة A و C 1 ماينس 2 و4 و4 ماينس النيجاتيف 3. هتحسب الديستانت كم مرة؟ هتحسب الديستانت 3 مرات. يلا 1 ماينس ماينس 1 باور 2 بلس 4 ماينس ماينس 2 all باور 2. تطلع الإجابة 2 روت 10. وبعد كده المرة التانية روت نيجاتيف 1 ماينس 2، وبعد كده نيجاتيف 2 ماينس ماينس ال 3. تطلع روت 10. والتالتة 1 ماينس 2 all باور 2 بلس 4 ماينس ماينس ال 3 all باور 2. طلعت التالتة ب 5 روت 2. بعد كده بعمل خط كده، بجيب ال AB باور 2 واجيب ال BC باور 2 واجيب ال AC باور 2، يبقى 2 روت 10 باور 2 تطلع 14. المرة التانية روت 10 باور 2 تطلع 10. المرة التانية 5 روت 2 باور 2 تقريبا هتطلع 50. طبعا انا لو خدت دول بلس بعض هيطلعوا قد التالتة. اكتب له كده سنس ان ال AC باور 2 طلعت قد ال AB باور 2 بلس ال BC باور 2. وطالما الاتنين طلعوا قد التالتة، يبقى مستر التريانجل اللي اسمه ABC ده is right angled triangle at ال B زي ما هو كان قايل. كمان كان عاوز الاريا. الاريا عبارة عن ايه؟ half باي بيز باي هايت. لو رسمنا التريانجل كده، هي رايت عند مين؟ عند البي، وادي الاي وادي السي. الاي بي ب 2 روت 10، البي سي بروت 10، وده ب 5 روت 2. الاريا ده البيز وده الهايت. الهايبوتنس مش بيخش معانا في اي حسابات، يبقى هاف باي روت 10 باي 2 روت 10. هتطلع الإجابة 10. واكتب كلمة سكوير يونت. ليه كتبت سكوير يونت؟ ليه كتبت سكوير يونت؟ عشان يا مستر دي اريا. عشان دي ايه؟ اريا. علشان دي اريا. is a straight line L1. هو يا مستر رسمته، ده L1 اهو، عدى في نقطتين 3 و1، وعدى في نقطة تانية اسمها 2K، وخط تاني يا مستر تيمو اسمه L2، عامل سيتا اسمها 45. عاوز يعرف الكيب كام لو هما ايه؟ بيربنديكولر. هما لو بيربنديكولر الام 1 ايكوال الام 2، لا هشقلب وغير الساين وبعد كده اقول ان هما ايكوال. يلا نجيب الاسلوب هنا. y2 minus y1 على x2 minus x1 يبقى k minus ال1 over 2 minus ال3، يبقى k minus ال1 over negative 1. ادي اول اسلوب. الاسلوب التاني tan 45. tan ايه؟ 45 يعني بكام؟ ده كده الاسلوب التاني. يبقى انا كده معايا الاسلوبين، اختار واحد اشقلبه واغير له الساين. انا هسيب الكي ماينس 1 نيجاتيف 1 زي ما هو، هختار ده اشقلب له واغير له الساين. بدل ما هو 1 اشقلبه يبقى 1 اوفر 1 واغير له الساين يبقى نيجاتيف 1 اوفر 1. وبعدين شايفين دي هوديها الناحيه التانيه بالباي، يبقى كي ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 1 باي نيجاتيف 1. حسبتها طلعت ب 1. هطرد النيجاتيف 1 الناحيه التانيه يبقى 1 بلس 1. تطلع الكيب كام؟ تطلع الكيب 2. يبقى انا عشان دي كانت بالديفايدد وديتها بالباي اهي، وديتها بالباي. حسبت الكلام ده كله بكام؟ طلع لي 1. طردت النيجاتيف 1 الناحيه التانيه بالبلس، جبت الاجابه وخلصت السؤال. اثبت ان الستريت لاين اللي اسمه نيجاتيف 2 و5 ونيجاتيف 2 و4 بيربنديكولر مع خط تاني عامل كام؟ عامل 2 و3 و5 و3. هجيب الاسلوب كام مرة؟ مرتين. اجيب الاسلوب الاولاني والاسلوب التاني. ها y2 minus y1 على x2 minus x1. ها هنا y2 minus y1 على x2 minus x1. يلا يبقى 4 minus 5 نيجاتيف 2 minus minus 2. هتطلع لي ماس ايرور. هتطلع لي ايه؟ ماس ايرور. وطالما ماس ايرور
يبقى هي undefined، وطالما undefined يبقى هي parallel للواي اكسس. طب نحسب التانية، 3 ماينس ال 3 و5 ماينس ال 2 تطلع بزيرو، وطالما طلعت السلوب بزيرو يبقى هي باراليل للاكس اكسس. طالما واحد باراليل للاكس وواحد باراليل للواي، طالما الخط الاولاني، ما انت تتخيل معايا، واحد باراليل للاكس اهو هو اللي بالاحمر ده اللي انا تقلته، وواحد باراليل للواي اللي انا تقلته التاني، طالما الاثنين باراليل للاكس وباراليل للواي يبقوا الاثنين مع بعض ايه؟ بيربنديكولار. يبقى ال L1 بيربنديكولار مع L2. احفظها دي يا صديقي، احفظها يا صديقي، احفظ المعلومه دي يا صديقي. لما يكون باراليل للاكس وباراليل للواي يبقوا الاثنين هيبقوا ايه؟ بيربنديكولار. يلا بينا بقى ايه؟ ناخد اخر درس. find the ايه علشان اكون الايكويشن محتاج ام وسي. هو لقيته بيقول لي ان السلوب ب 3. يا سلام، ادالك 3. ولما يكون معاك سلوب اكتب ايكويشن بسلوب. كتبت الايكويشن اللي بالسلوب. هنشيل كل اكس نحط مكانها 1، ونشيل كل واي نحط مكانها 5. يبقى ال 5 ايكوال 3 باي 1 بلس السي. ممكن اطلب منك طلب، ممكن بس اعدلها عشان خاطر عينيا بتوجعني. 3 باي 1 ب 3 بلس السي ايكوال كام؟ ايكوال 5. هنطرد ال 3 الناحيه الثانيه، 5 ماينس ال 3 يبقى السي بكام؟ ب 2. اكتب الايكويشن y ايكوال، فين الاسلوب؟ ب 3x. بعد كده فين السي؟ ب 2. بس خلاص، هي دي الاجابه، كونت الايكويشن y ايكوال 3x بلس 2. خلصنا السؤال. يا سلام، يا سلام على السؤال القمر، يا سلام على السؤال التحفة، يا سلام على السؤال السهل، يا سلام على السؤال الهدية، يا سلام على السؤال الجميل. اتفضل الاسلوب، واتفضل الانترسبتد بارت مع الواي وكان بوزيتيف، اتفضل السي. يا مستر العبط ده، يعني انا هكتب الايكويشن بس واي ايكوال السلوب 3 بلس السي اللي هي الايه، اللي هي كونت الايكويشن وعملت اول طلب. سوري، الطلب التاني كان عاوز ايه؟ الانترسكشن بوينت مع الاكس اكسس. حط الواي بزيرو يا صاحبي. طالما قال لك ان الانترسكشن بوينت مع مين؟ مع الاكس، حط الواي وهات الاكس. يلا ادي الايكويشن اهي. الايكويشن اهي بتاعت السيرك، بتاعت الستريت لاين. 0 ايكوال 3 اكس بلس، ممكن بس اعدلها عشان خاطر عينيا بتوجعني. هنطرد ال 6 الناحيه الثانيه، يبقى 3 اكس ايكوال نيجاتيف 6. ال 3 لازقه لازقه يعني باي، تروح بالديفايدد، تطلع الاجابه بنيجاتيف 2. تطلع الاجابه بايه؟ بنيجاتيف 2. يبقى البوينت اسمها كام وكام؟ نيجاتيف 2 و0. تطلع اسمها ايه؟ نيجاتيف 2 و0. كده خلاص يا مستر تيمو؟ كده خلاص يا قلبي. بس كده اصحى. يلا نشوف اللي بعده. Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line which passes through 2 و negative 5 and parallel مع خط تاني اسمه 2x plus y minus 7. مستر طالما parallel يبقى انا ممكن اجيب السلوب هنا negative coefficient of x على coefficient of y. كده السلوب بكام؟ طيب هما parallel ولا perpendicular؟ parallel ولا perpendicular؟ parallel. وطالما هما parallel يبقى السلوب بتاعهم equal، يبقى هاخد الام هنا برضو بكام؟ ولما يكون معاك سلوب اكتب ايكويشن بسلوب. كتبت ايكويشن وحطيت السلوب. دور على نقطة يكون الخط عدى عليها. لقيت، شيل كل اكس حط مكانها 2، وشيل كل واي حط مكانها نيجاتيف 5. يبقى كده نيجاتيف 5 ايكوال نيجاتيف 2 لازقة يعني باي الاكس ب 2 بلس السي. ممكن اطلب منك طلب يا صديقي؟ ممكن اعدلها عشان خاطر بس عينيا بتوجعني. حاضر. يبقى نيجاتيف 4 بلس السي ايكوال نيجاتيف 5. اطرد النيجاتيف 4 الناحية التانية، يبقى نيجاتيف 5 بلس ال 4 تطلع السي بكام؟ بنيجاتيف 1. ارجع اكتب الايكويشن y ايكوال نيجاتيف 2x ماينس ال 1. انا كده خلصت، انا كده خلصت،
انا كده جبت الاجابه وكتبت له الايكويشن وبروزتها. find the slope and the length of the intercepted part. السلوب بيجاب ازاي؟ negative coefficient of x على coefficient of y. يعني كام؟ يعني نيجاتيف 2 على نيجاتيف 3، تطلع السلوب ب 2 اوفر 3. طب عاوز اجيب اللينس اوف ذا انترسبتد بارت اوف الواي. عينيا حط الاكس بزيرو. يلا نحط الاكس بزيرو، يبقى ده كده 2 باي 0 ملوش لازمه، خلاص راح الشلاحات. يبقى نيجاتيف 3 واي بلس 6 ايكوال 0. هنطرد دي الناحيه الثانيه، تطلع نيجاتيف 6. اكنسل النيجاتيف مع النيجاتيف، يبقى 3 واي ايكوال 6. اودي 3 بالديفايدد، تطلع الايه الواي بكام؟ يبقى الانترسبتد بارت بكام؟ ب 2. الانترسبتد بارت بكام؟ ب 2. وخلي بالك لو كان طلع رقم نيجاتيف ما كانش ينفع، كنا هنحطه بالايه؟ كنا هنحطه بالبوزيتيف. يلا نشوف اللي بعدها. find the equation of the straight line whose slope ب 3. يا سلام، قال لك ان الام ب 3 وعدى في نقطة اسمها كام وكام؟ لما يكون معاك سلوب اكتب ايكويشن بسلوب. كتبت ايكويشن بالسلوب. دور على النقطة يكون الخط عدى عليها، لقيت شيل الواي حط مكانها 0 وشيل الاكس حط مكانها 1. ممكن بس اعدلها عشان خاطر عينيا بتوجعني. 3 باي 1 ب 3 بلس السي ايكوال 0. اطرد ال 3 الناحية التانية، يبقى السي بنيجاتيف 3. كون الايكويشن، يبقى الواي ايكوال 3x ماينس ال 3. 3x ماينس الايه؟ ال 3. خلصت. نشوف اللي بعده. find the equation of the straight line which passes through 3 و 4 وبيربنديكولر مع خط تاني اسمه 3x minus 2y plus 7 equal 0. تعال نجيب السلوب من هنا. negative coefficient of x على coefficient of y تطلع 3 over 2. هاخد السلوب ده هو هنا ولا شقلبه واغير له الساين؟ هنا ايه؟ perpendicular، يبقى شقلبه واغير له الساين، يبقى نيجاتيف 2 over 3. يبقى y equal نيجاتيف 2 over 3x بلس السي. دور على نقطة يكون الخط عدى عليها. لقيت. يبقى هنشيل كل x نحط مكانها. يبقى دي نيجاتيف 2 over 3 باي 3. حط هنا السي والواي حطها بكام؟ ب 4. ممكن يا صديقي معلش نعدلها بس عشان خاطر عينيا بتوجعني. نيجاتيف 2 over 3 باي 3 تطلع نيجاتيف 2 بلس السي ايكوال كام؟ 4. هنطرد النيجاتيف 2 الناحيه الثانيه، يبقى 4 بلس 2 يبقى السي بكام؟ يبقى السي ب 6. كون الايكويشن y ايكوال نيجاتيف 2 اوفر 3x بلس السي اللي انت لسه جايبها حالا اللي هي كام؟ اللي هي 6. تعال نشوف اللي بعدها. find the equation of the straight line which passes through 0 و 3 and parallel لخط تاني. الايكويشن بتاعته x plus 2y minus ال 1 equal 0. يلا نجيب سلوب negative coefficient of x على coefficient of y. يبقى السلوب بكام؟ نيجاتيف هاف. هناخده هو يا مستر عشان ده parallel، يبقى السلوب هنا بنيجاتيف ايه؟ هاف. لما يكون معاك سلوب اكتب ايكويشن بسلوب. كتبت الايكويشن وكتبت السلوب. دور على نقطة يكون الخط عدى عليها. لقيت هنشيل كل اكس نحط مكانها 0 ونشيل كل واي نحط مكانها 3. تعال نظبط دي، نعدلها الاول. نيجاتيف هاف باي 0 ملهاش لازمة، يبقى السي ايكوال كام؟ 3. كون الايكويشن واي ايكوال نيجاتيف هاف اكس بلس 3. كده جبت الاجابة وخدت فول مارك في السؤال. اثبت ان الخطين دول 4x minus 2y. ممكن ادخل ال 7 جوه؟ ماشي حاضر. يبقى نيجاتيف 7 equal 0. باراليل مع خط تاني البوينتس بتاعته اسمها 1 و 3 و2 وكام؟ و2 و5. وبعدين هات السلوب نيجاتيف coefficient of x على coefficient of y. نيجاتيف coefficient of x على coefficient of y. طلعت السلوب ب 2. هات الاسلوب التاني. y2 minus y1 على x2 minus x1. 5 minus 3
اوفر 2 ماينس ال 1 يطلع ب 2 اوفر ال 1 اللي هي تطلع برضو بكام؟ سنس ان الام 1 اللي هو ده والام 2 طلعوا قد بعض، الاسلوب الاولاني والاسلوب الثاني طلعوا قد بعض بالظبط، يبقى ال L1 باراليل مع مين؟ مع L2. يبقى ال L1 باراليل مع مين؟ مع ال L2. هذا سؤال تريج، انا لا اعلم يا صديقي لماذا جاء في هذا المكان من الزتونة. تعال نحله بسرعة مش مشكلة. تان 60 يطلع بكام؟ طلع بروت 3. اما هنا هعمل 2 باي تان 30 طلع ب 1 اوفر روت 3. 1 ماينس تان روت 3 برضو 1 اوفر روت 3 باور 2. حسبت اللي فوق طلعوا 2 اوفر روت 3. حسبت اللي تحت طلع لي 1 ماينس 1 اوفر روت 3. 1 اوفر روت 3 ونعمل باور 2 طلع 2 اوفر 3. المهم ان هو ايه لما حسبتها برضو طلعت روت 3. بس خلاص هقول له therefore ان الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. خلصنا السؤال دوت. نشوف اللي بعده يا صديقي. سؤال رقم 10. سؤال رقم 10 بيقول لك انا عندي خط اسمه L1 عدى في نقطتين 3 و1 وعدى في نقطة تانية اسمها 2K وخط تاني اسمه L2 عامل انجل 135. بيقول لك ان الخطين دول باراليل. يبقى انا هجيب الاسلوب كام مرة؟ هجيب الاسلوب مرتين والاتنين هيبقوا ايه؟ ايكوال. هنا هكتب تاني ال 135 طلع بنيجاتيف 1. هنا جبت الاسلوب k ماينس 1 و2 ماينس 3 طلع لي k ماينس 1 على نيجاتيف 1. ماشي، ايه علاقة التو سلوبس دول ببعض؟ ايكوال. يبقى k ماينس 1 اوفر نيجاتيف 1 ايكوال نيجاتيف 1. هودي النيجاتيف 1 هنا بالباي عشان هو بالديفايدد. نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 1 طلع لي 1. يبقى k ماينس 1 ايكوال 1. هنطرد النيجاتيف 1 بالبلس يبقى 1 بلس 1 تطلع الإجابة بكام؟ تطلع الإجابة ب 2. تطلع الإجابة بكام؟ تطلع الإجابة ب 2. السؤال اللي بعده يا صديقي قال لك الستريت لاين دوت عامل انجل 45. يا سلام يا سلام. ادي كي اكس ماينس 2 واي ماينس ال 5 ايكوال 0. التاني هيبقى عامل تان 45. تان 45 بكام؟ ب 1. يعني السلوب هيطلع ايكوال كام؟ 1. هات السلوب نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس يعني نيجاتيف كي على كوفيشنت اوف واي. النيجاتيف هتكنسل النيجاتيف يبقى دي كي اوفر 2. الكي اوفر 2 ايكوال كام؟ 1. بس كده خلاص هودي 2 الناحيه الثانيه بالملتبلاي 1 باي 2 يبقى الكي بكام؟ يبقى الكي ب 2 وكده نبقى خلصنا السؤال. لا قد وصلنا الى النهايه يا صديقي. اخر سؤال عندنا بيقول لك انه الايكويشن انا عاوزها وبقول لك ان الانجل اللي انت عاملها التان بتاعتها ب 2 يعني تان سيتا ايكوال 2. عارف دي مين؟ دي السلوب. دي السلوب. وقال لك ان الانترسبتد بارت ب 7. يا سلام يا سلام على المسألة وجمالها. y equal 2x plus 7 plus 7 لان ال 7 دوت يا مستر هو الانترسبتد بارت. حبيب قلبي انت كده عملت اللي عليك وزيادة وانا عملت اللي عليا وزيادة وحليت لك الزتونة في فيديو لذيذ كيوت قمر. خليتك تراجع كل الافكار. ربنا يوفقك يا صديقي وتحل كويس واشوفك الترم التاني. باي باي.